يعني امام عاشور هو اللي كان نحس كهربا؟ هي الضربه ما بتجيش غير من اعز الناس يا كهربا. اللي كان نحسك وفقرك هو امام، اول ما لعبش اتالق تقريبا كده والله اعلم. قفشه ما بيتالقش غير في شهر 11. فنصيحه مني ليكم، اي فرقه ما تلعبش النادي الاهلي ومعاها قفشه في شهر 11 خاصه يوم 26 و27. ولكن استنى، انتوا فرحانين النادي الاهلي كسب 4؟ ايه الدفاع المنتن ده؟ طبعا النادي الاهلي بيفوز على استاد ابيجان في اول مباراه ليه في دور المجموعات في البطوله المحببه لديه وهي بطوله دوري ابطال افريقيا ب4 اهداف مقابل هدفين. سؤال لمحمد الشناوي، وانت طلقت تاني؟ قول لنا، ما تخبيش علينا. وايه الدفاع ده؟ يعني الدفاع ده يقدم في مسرح مصر مرتاح. مضحكين بالنسبه لكهربا. انا فرحانه مبسوطه، انا بحبك، حاطه صورتك ورايا، اي لاف يو كهربا. ولكن هو انت ما بتسجلش في اي مرمى خالي؟ لان الخال ولد بيجي عند الاهداف مش سهله، لا مش سهله، تافهه. التفاهه بتقول له انا اهو انا اهو انا اهو يا كهربا، ويجي قدامها ما يسجل. يعني الجول التاني اللي هو جابه اقسم بالله اصعب من الجوال اللي ضيعها. ولكن انا لا انكر ان الهدفين اللي كهربا جابهم تحفه، خصوصا الهدف التاني فظيع. انت كنت مطبق على اهداف ريال مدريد ولا ايه يا كهروب؟ ولا قفشه بقى؟ قفشه ده يا جماعه راجل سالك، هدف واسيست حلويات وقطايف ولطايف. ولكن لا انكر ولا انسى دور التيتو محمد طاهر محمد طاهر، عامل اسيست النهارده. وحرفيا افضل اقولها كل مباراه، طاهر بيعود من تاني لينا يا جماعه. حسين الشحات كمان جاب هدف، وخالد عبد الفتاح هو اللي عامل الجول التاني بتاع كهربا. انا شايفه ان اسوأ حاجه النهارده في الماتش كانت الدفاع. يعني الحته اللي ورا دي عند النادي الاهلي بايظه خالص. شايفه ان نزول محمد مجدي قفشه حرك الملعب اكتر، في نزعه هجوميه للنادي الاهلي وشكل هجومي، طبعا في ظل غياب حبيب قلبي اللي وحشت وسام ابو علي اللي كان منور النهارده المدرجات، كان بيتفرج على الماتش من المدرجات. طبعا ال3 نقاط للاهلي مهمين في اول مشواره في دور المجموعات. من الاخر كده يعني الاهلي في شهر 11 اون فاير. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في مشواره في دوري ابطال افريقيا نحو البطوله ال13 لديه، وان شاء الله ال13 اهلاويه.